واقف على رصيف محطة طنطا ماسك تذكرتي ومبسوط إني رايح القاهرة. عندي ميعاد مهم، القطر المفروض يجي 6:05 وأنا كعادتي جيت بدري من الساعة 5 علشان القطر ما يفوتنيش. القطر جه أخيرا 6:15. قلت الحمد لله على كل حال. لكن المفاجأة الأبواب كلها كانت مقفولة إلا 3 بس. مئات الركاب بيتخانقوا علشان يدخلوا، واحدة بتزق عيالها جوه، واحد بيرزع واحد، وفوق في وشي وصرخات وزعيق، وأنا لسه بدور على باب علشان أركب. فجأة القطر اتحرك، اتجمدت في مكاني. القطر وقف 3 دقايق وساب نص الركاب على الرصيف ومشي. الناس بتجري جنبه، فيه اللي نط جوه، فيه اللي اتزق بره، وانا واقف حاسس اني اتسرقت. مش وقتي بس، لا اتسرق حقي. رحنا مكتب الناظر نشتكي، لقينا مجموعة ركاب زينا، صوت عالي وغضب. واحدة ست كبيرة بقت قائدة المظاهرة، واحنا في النص بنصرخ هو ده عدل؟ حياتنا ملهاش تمن. وفي وسط الزحمة جه شاب صغير شكله طالب عرقان وصوته بيترعش وقال انا عندي امتحان في القاهرة الساعة 7 ودافع $800 علشانه. الواد ما كانش قادر يمسك القلم يكتب اسمه من التوتر. كل مستقبله اتحط على رصيف المحطة في 3 دقايق. ساعتها حسيت ان القطر ده مش مجرد وسيلة مواصلات، القطر ده رمز لحياة الشباب في مصر. تجري ورا احلامك، تتخانق، تتحشر، تتزق، وفي الاخر ممكن تلاقي القطر اتحرك من غيرك. الشاب ده كان ممكن يكون انا او انت، كلنا في نفس القطر اللي بيتحرك من غير ما يستنانا.